السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتكم مطبخ نجاة. غادي نقدم لكم اليوم طاجين بالشيفلور بلا لحم بلا دجاج، كيجي رائع واقتصادي. اللي بغات تعرف الطريقه والمقادير تبع معايا الفيديو حتى الاخير. الطريقه عندي اول حاجه غادي ناخذ واحد الكميه ديال الشيفلور، تقريبا واحد كيلو ولا نص، المهم اللي موجود عندنا نديروه. غادي نديروه في واحد الطنجره ونديرو عليه الماء ونديروه يتسلق مع شويه ديال الملح بحال كتشوفوا. من بعد ما يتسلق غادي نخليوه هو يتسلق، من بعد غادي نمروا باش نحضروا الخليط اللي غادي نديروا به هذا الشيفلور. اول حاجه خديت تقريبا واحد 4 تاع المعالق كبار تاع الفرينه، وخديت معلقه صغيره ديال الخرقوم، وواحد المعلقه ديال الخماره ديال الحلوى، وواحد المعلقه صغيره ديال التحميره، والابزار حتى هو على حسب الذوق. وبحال كتلاحظوا ما درت لا ملح لا والو، بحيث راني دارته في الشيفلور ملي كيتسلق. هادي هذا الخليط من بعد ما حركته واحد شويه، خلطت يعني دوك النواشف، غادي نبقى نضيف له الماء غير بشويه بشويه حتى نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون سائل، ماشي بحال ديال الكريم، يعني كيكون شويه سائل اكثر بحال كتشوفوا. صافي من بعد نستمروا بهذه الطريقه وحنا كنخلطوا في داك الخليط. هنا من بعد ما تسلق لنا الشيفلور غادي نجيبوه وغادي نحطوه في داك ومن بعد ما صفيناه واستقطرناه من الماء، غادي نجيبوه ونحطوه في داك الخليط اللي درناه ديال الفرينه والعطور والماء اللي خلطناه بالماء والخماره تاع الكاطو. صافي غادي غادي نجيب شي فورشيت ولا شي حاجه اللي غادي نبقى نمعس بها داك الشيفلور. من بعد ما بحال باش يتخلط لنا مليح مع داك الخليط غادي نمعسوه مليح باش يرجع لنا خليط واحد. كيجي طاجين زوين ولذيذ واقتصادي وما فيه لا لحم لا دجاج، واللي كيعشق الشيفلور غادي ناكلوه بهذه الطريقه، يعني طريقه كيجي بها زوينه. يعني بدلوا الطريقه الاعتياديه اللي كنطيبوا بها الشيفلور مع اللحم، ولا هذا كيجي بلا لحم بلا دجاج كيجي زوين. من بعد ما نخلطوا بحال كتشوفوا حنا نخلطوا يعني نحاول نمعسه مليح. اللي بغاتو غادي هذا من بعد ما كيطيب ما كيجيش مقرمش، هذا كيجي بحال من ناكلوا يعني شي حاجه اللي كتكون رطبه، هو مقلي في الزيت ولكن رطب. هنا من بعد ما درت الزيت سخن بحال كتشوفوا غادي نبقى نهز غير بواحد 2 ديال المعالقات ونعطيه الشكل اللي بغيت. غادي نبقى نحطو في المقله اللي كيكون الزيت ديالها سخون. وبحال قلت لكم اللي بغات هذا الخليط ديال الشوفلور يكون مقرمش، زيد واحد المعلقه ولا 2 ديال الفرينه، زيدها مع داك الخليط اللي درناه، يعني باش خص ديك الخليط يكون قاصح. صافي هنا من بعد ما بقينا ناخذو ونحط في الزيت بحال كتشوفوا حتى نعمرو كاع داك الكاسرول ديالنا، نعمروه كامله بداك الخليط ونخليوه يطيب وما نحركوش، ما نخدشوش فيه، يعني ملي يكون يطيب باش ما يتحلش، حيت راه ما فيه لا بيض لا والو، بحال شفتوا غير الفرينه. نخليوه حتى يبان الحموريه تبان في الجناب، عاد نقلبوه للوجه الثاني. وبحال قلت لكم كيجي واحد الطبق كيجي زوين اقتصادي ساهل ما فيه والو، ويعني فكره العشاء ولا الغداء علاش لا. غادي نستمروا بحال قلت لكم، يعني ما نحركوش الشيفلور ديالنا حتى يبان لنا الطياب ديالو في الجناب، كتبان الحموريه طلعت. من بعد عاد نقلبوه الوجه الثاني ونستمروا بهذه الطريقه. هنا غادي نقلبو، ها هي بحال كتشوفوا كيجي اللون ديالو كيجي مذهب، كيجي زوين في المذاق وفي المنظر واقتصادي. غادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا جميع الشيفلور اللي عندنا. اللي بغات كميه كبيره دير اكثر من داكشي، وبحال قلت لكم كيجي يعني يجي زوين ولذيذ ما فيش مقادير كثيره. هنا من بعد ما حيدناه نديروا النيشان، يعني بلا ما نديروا ورق نشاف، بحيث غادي نديروا في طاجين، يعني ما نحتاجوش عاد نشفوه من الزيت. هنا من بعد ما حيدناه نحطوه في الطبسيل باش نمروا باش نصايبوا يعني المقادير الاخرين اللي نحتاجوهم في الطاجين ديالنا، طاجين ديال الشيفلور، طاجين الاقتصادي. وشنو درنا؟ خديت واحد الكميه ديال المطيشه، تقريبا واحد 4 تاع المطيشات، طحنتهم بهم يعني بهم بالجلده ديالهم، يعني ما نقيتهمش، طحنتهم في المولينكس. وهنا راني نضيف لهم واحد المعلقه كبيره ديال المطشه ديال الحك، وغادي نضيف لهم توابل، تقريبا التوابل اللي درناهم في الشيفلور في داك الخليط ديال الشيفلور هما اللي غادي نديروهم في المطيشه باش يبقى لنا يعني نفس النسمه. وهنا بحال كتشوفوا يعني صغير نقيطات ديال الزيت، غير نقيطات بحال ديجا راه الشيفلور يعني حنا قالينو في الزيت وما صفيتوش، يعني ما درتوش في داك الورق النشاف. هنا زدت شويه ديال الفلفل الحمراء،
على حسب اللون. كيجي اللون ديالها كيجي زوين. وزدت شويه ديال الخرقوم، يعني التوابل اللي درناهم في الشفلور نعاود نديرهم حتى في المطيشه بحال قلت لكم. الابزار والملح راني ما درتوش، غير الملح اللي درتو في الشفلور بين كان يتسلق صافي. يعني اللي تبغي الملح راه زيد، اللي ما تبغيش الملح صافي تكتفي غير بديك المليحه اللي درناها في الشفلور بين كان يتسلق. هنا زدت شويه ديال المعدنوس والثومه، نخلطو هذا الخليط، يعني هذا هو اللي نحتاجوه في لاصوص ديال المطيشه ديالنا. ومن بعد نحطوها فوق النار حتى طيب. هذه هي المرحله الثانيه. الشفلور بحال كتشوفوا كيجي زوين، نقدروا نحطوه غير هكذاك يعني بلا ما نديرو في الطاجين. يعني الا بغيت نرافقوه بشويه ديال لي فخيت ولا حتى هو راه كيجي غير هكذاك زوين. هنا من بعد ما حطيت لاصوص طيب، ومن بعد ما طيب غادي نمروا يعني المرحله ديال الدريسيك اللي نصايبوا بها الطاجين ديالنا. خليوه يطيب على خاطرو حتى ترجع اللون ديالو يرجع احمر. هنا خديت الطاجين اللي غادي نحط فيه ولاصوص بحال اللي كتشوفوها هي طايبه. بعد ما طابت خديت هاد الطاجين، يعني بغيت نحطها في هاد الطاجين. نقدر نحطوها غير في طبسيل عادي ولا باش المهم الطريقه اللي نقدموها بها راه كل وحده داكشي اللي عندها. انا خديت هنا الطاجين وغادي نبدي نستف فيه داك الشفلور. وبحال قلت لكم تقدروا تكتفيو يعني غير الشفلور بلا ما نديرو هكا طاجيني ولا تحط الشفلور بوحدو ولا صوص بوحدها وتزيدي معاهم هكا شويه ديال لي فخيت ولا شويه ديال اي حاجه اخرى. ها هي وجبه كامله. انا فضلت يكون بهذه الطريقه، يعني بغيت نديرو طاجين باش يجي شكل بلدي. غادي نكمل الستاف ديال الشفلور ديالنا، ومن بعد غادي نضيف له واحد شويه ديال الزيتون باش نزينو في الوسط يعني بشويه ديال الزيتون. وكاين اللي يعني الا بغيتي دير غير واحد الحاره من الدار هكذا ولا خديت واحد شويه ديال الزيتون حطيته في الوسط. نقدر نزيدو شي واحد البيض المسلوق، نزيدو نزينو بالبيض المسلوق ولا المهم مزيان كيبقى اختياري وكلها واللي عندك ولا اللي متوفر عندك. وهنا درت شويه ديال الفخوماج غير واحد شويه يعني غير باش يعني نكسروا داك اللون ديال الحموريه ديال الطاجين وديال الشفلور. درت ديك شويه ديال الفخوماج غابي بحال كتشوف، وغادي نغطيه باش يرجع عليه حتى شويه داك السخونيه. بعد ما نبغي نقدموه غادي نقدموه بحال كتشوفوا هنايا. الطواجين ديالنا هو ساهل ماهل اقتصادي وكيجي في المذاق زوين رائع. نتمنى انكم تجربوه وما تبخلوش عليا بلي كومونتير، واللي باقي ما اشتركت مرحبا بها في القناه ديالها مطبخ نجاة. ونتمنى لكم شهيه طيبه ومع السلامه.